صوت الحكمة الحقيقي. شحال من واحد دابا داير التليفون ديالو في يديه، كيضحك، كيتفرج، كيدردش. ولكن واش عمرك سولت راسك هاد التليفون شحال خرب من حياة؟ حادثة سير في ثانية، طلاق بسبب رسالة، وشباب تورطوا في جرائم غير بكليك وحدة. التليفون ماشي مشكل، ولكن طريقة الاستعمال ديالو هي الكارثة. أول مصيبة كيبان فيها التليفون بشكل واضح هي الطريق. واحد سايق غير جاتو رسالة قال غير نشوفها في ثانية، هاد الثانية هي اللي ممكن تسالي الحياة ديالو أو حياة شي واحد آخر. شحال من حادثة وقعات ماشي بسبب السرعة، ولكن بسبب غير نشوف شكون صيفط. التليفون ولا أخطر من السرعة في بعض الحالات. رسالة وحدة ممكن تكون آخر حاجة قريتيها في حياتك. المصيبة الثانية كتمس العلاقات. بدا كل شيء بسيط، غير دردشة عادية، غير صداقة في الفيسبوك، لايكات، ومن بعد ولا السر ولا الشك ولا المشاكل، وكيوقع داك الشيء اللي ما كانش في الحسبان: طلاق، تفكك الأسرة، وضياع الأطفال. تليفون ما دار والو، ولكن فتح الباب اللي ما خاصوش يتفتح. العلاقة اللي فيها أسرار في التليفون راه فيها مشكل كبير. كاين اللي تورط في جرائم غير بسبب التليفون، صور ونشر بلا وعي، شارك في شي مجموعة مشبوهة، تهديد، ابتزاز، سب، قذف، كل شي كيبان بسيط، ولكن قانونيا راه تقيل بزاف. شحال من واحد قال ما كنتش قاصد، ولكن القانون ما كيسولش على القصد ديالك، كيسول على الفعل. التليفون ولا دليل ضدك إلا ما عرفتيش تستعمله. كاين مصيبة أخرى أخطر من هذا الشيء، ولكن ما كتبانش: الوقت. كتفيق كتشد التليفون، كتنعس آخر حاجة كتشوفها هو التليفون، نهار كامل وانت غير طلع هبط، وفاش كتفيق كتلقى راسك ما درتي حتى حاجة. سنين كتدوز وانت باقي في بلاصتك. كتدخل تشوف غير شحال في الساعة، كتلقى راسك دوزتي ساعتين، والنتيجة إرهاق ذهني، قلق، ومقارنة حياتك الواقعية بحياة افتراضية مزوقة. التليفون ما سرقش غير الوقت، سرق الأحلام ديال بزاف ديال الناس. التليفون ماشي عدو، ولكن إلا ما تحكمتيش فيه غادي يتحكم فيك. راه ماشي المشكل في التكنولوجيا، المشكل في كيفاش كنستعملوها. ما يمكنش ننكروا أن التليفون غير المجرى ديال التاريخ الشخصي لكل واحد فينا. قرب المسافات، كيمكن لك تتكلم في فيديو وتقدر تمحي ديك الوحشة والغربة وتجمع العائلة اللي مفرقها الوقت. وما نساوش كذلك أنه فضاء معرفي مفتوح، تقدر تتعلم فيه اللغات، تعلم مهارات جديدة، وتقدر تسير الأشغال ديالك الإدارية والبنكية بلا عذاب ديال سير واجي. كذلك ما نساوش أنه شحال من حياة نقدات بسبب اتصال سريع في لحظة ديال الخطر. ولهذا خلي التليفون ديالك وسيلة ماشي غاية، خليه يعاونك ماشي يضيعك. وفي الأخير سول راسك سؤال بسيط: واش أنا اللي كنستعمل التليفون ولا التليفون هو اللي كيستعملني؟ تحياتي لكم، وخليكم ديما واعيين.